عاشت مدينة مراكش الحمراء ليلة استثنائية طبعتها حالة استنفار أمني قصوى عقب حادثة غير مألوفة أثارت ذهول الساكنة والزوار، وتعود تفاصيلها إلى إقدام مواطن ينحدر من دول أفريقيا جنوب الصحراء على خطوة جريئة تمثلت في السيطرة على سيارة تابعة للأمن الوطني كانت متوقفة في محيط محطة القطار ليقودها بسرعة جنونية عبر شوارع المدينة محاولاً الاختفاء عن الأنظار. المشتبه فيه انطلق بالسيارة الأمنية متجاوزاً كل قوانين السير في محاولة يائسة للإفلات من القوات العمومية، لكن السرعة المفرطة وغياب التحكم تسبب في فقدانه السيطرة الكاملة على المقود، مما أدى إلى وقوع سلسلة حوادث سير متتالية خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف مستعملي الطريق وأضراراً مادية جسيمة بالعديد من المركبات الخاصة. فور رصد الخطر تحركت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فوري، وجرى استنفار مختلف الوحدات الميدانية وفرق الدراجين لتنطلق عملية تعقب واسعة النطاق شملت المحاور الطرقية الرئيسية والأحياء السكنية بهدف محاصرة السائق المتهور وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من سلوكه الخطير وسط متابعة دقيقة من القيادة الأمنية. فصول المطاردة الهوليودية انتهت في منطقة سوق الربيع بعدما اضطر رجل شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة دقيقة استهدفت إحدى العجلات لشل حركة السيارة تماماً، حيث جرى توقيف المعني بالأمر وإيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل المعزول وسط تساؤلات المواطنين عن كيفية وصوله للمركبة. نشكركم على المشاهدة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.